لا، العكس بقى. هل انا ممكن اقارن صفتين في شخص واحد؟ ازاي؟ قال لي ممكن نقارن صفتين في شخص واحد، بحط قبلها more او less، واحط الصفة بس لازم تكون مصدرية بدون اضافات، بعد كده than، وبرضو صفة مصدرية. شغال معايا عادي، ما فيهاش مشكلة. more و less هنا تيجي مع الطويلة والقصيرة، شغال في القاعدة دي. يعني أنا ممكن أقول كده: علي is more nervous than stupid. هو أنت هتلاقي هنا more وهتلاقي صفة مصدرية nervous، وبعد كده stupid صفة مصدرية برضو. كده أنت قارنت لي صفتين في شخص واحد. تمام. بيقول لي كمان أنا ممكن أحط صفة مقارنة and كمان صفة مقارنة للتأكيد، يعني للتأكيد عن المعنى، بتزود لي المعنى زي مثلا ما أقول more and more and more يعني أكثر وأكثر، taller and taller أطول وأطول. تمام، تعمل تأكيد للمعنى، بتعمل لي تأكيد. يبقى أنا ممكن أقارن صفتين في شخص واحد، بس الصفة تكون مصدرية وقبلها more أو less وبعد كده than والصفة المصدرية التانية، أو ممكن أعمل تأكيد للصفة، أحط صفة مقارنة and وبعد كده صفة مقارنة للتأكيد. تمام. كمان عندي قاعدة بتقول لي اللي هي قاعدة كلما، اللي هي بيجي بعدها سبب ونتيجة. بحط ذا وهيجي بعدها يا صفة قصيرة فيها ER، يا more أو less مع الصفة الطويلة، أو برضو ممكن يجي معاها اسم بعد more أو less وتكمل. والطرف التاني نفس الكلام، بحط ذا بعد كده صفة أو قصيرة ER أو more أو less لو الصفة طويلة. دي معناها كلما جملة سبب ونتيجة، هنا سبب وبعدين الطرف التاني يبقى نتيجة. يعني أنا لو لقيت ذا والطرف التاني ذا يبقى خلاص هي القاعدة دي أنت عايز مقارنة في الطرفين. تمام. طيب